كل مرة بتاخد ابنك فيها للتطعيم بتبدأ الأسئلة تدور في دماغك، هي الحرارة دي طبيعية؟ وفجأة تسمع حد بيقولك خلي بالك التطعيمات دي ممكن تسبب توحد أو أمراض مزمنة. أنا دكتور يوسف استشاري طب الأطفال، وفي حلقة النهاردة هنتكلم بهدوء وبصراحة إيه الأعراض الجانبية العادية للتطعيمات، وإيه اللي فعلا يقلق، وإيه الشائعات اللي لازم نقول لها كفاية كده. مبدئيا كده ايه هو التطعيم؟ تطعيمات الأطفال هي وسيلة آمنة جدا لتحفيز مناعة الطفل ضد أمراض خطيرة زي شلل الأطفال، الحصبة، الدفتيريا. وفكرته بسيطة جدا، وهي إننا بندخل جزء ضعيف أو ميت من الميكروب لجسم الطفل علشان جسم الطفل يتعرف عليه ويبدأ يكون مناعة ضده، وبالتالي حتى لو حصلت الإصابة بالميكروب الحقيقي للطفل بتكون خفيفة وما بتسببش مضاعفات. نفهم من كده إن التطعيم ده مش رفاهية، ده حق لطفلك، وسبب إن أمراض كانت زمان بتموت دلوقتي شبه اختفت. في أعراض جانبية طبيعية بتحصل بعد التطعيم ومش معناها إن في مشكلة، زي مثلا حاجات بتحصل في مكان الحقن نفسه زي ألم بسيط، احمرار أو تورم خفيف، وده في الأغلب بيقعد من 2 ل3 أيام. حرارة بسيطة، ودي بتحصل مع بعض التطعيمات زي مثلا تطعيم الثلاثي الفيروسي أو MMR، ممكن توصل ل 38.5 وفي الغالب بتستجيب كويس لخوافض الحرارة. ممكن الطفل يبقى مش عايز ياكل، عنده فقدان شهية أو بينام زيادة شوية يوم التطعيم. ومع بعض التطعيمات زي تطعيم السنة أو الثلاثي الفيروسي MMR ممكن يظهر طفح جلد خفيف أو حرارة بعد أسبوع، وده برضو بافتراض أن الطفل عموما شكله كويس طبيعي وما يقلقش. طيب يا دكتور إمتى بقى أبتدي أقلق وتبقى دي مش أعراض طبيعية أو جانبية للتطعيم؟ لو حصلت اي حاجة من الاعراض اللي جايه دي لازم نروح للدكتور فورا. لو الحرارة عالية جدا 39.5 و40 ومش بتنزل، لو التورم اللي في مكان التطعيم كبير جدا، او لو في طفح جلدي كبير وواضح او شكله غريب او في صعوبة في التنفس، لو الطفل عنده صراخ كتير او لا قدر الله تشنجات، لو الطفل عنده خمول شديد او مش بيستجيب. لكن برضو ناخد بالنا ان الحمد لله الحالات اللي بقول لكم عليها دي نادرة جدا، ومعظم الاطفال بيعدوا التطعيمات من غير اي مشكلة. في طبعا الكثير من الشائعات حوالين التطعيمات وخلقت نوع من الخوف مش في مكانه، وخليني اوضح لكم. اول شائعة ويمكن اشهرها وهو ان التطعيمات بتسبب توحد. دي اشهر شائعة وملهاش اي اساس علمي، وتعالوا احكي لكم حكايتها بدأت ازاي. اللي بيحصل ببساطة ان اعراض التوحد بتبدأ تظهر في نفس سن التطعيم، وممكن ترجعوا لحلقة التوحد اتكلمنا عليها في الموضوع ده بالتفصيل. فابتدت الناس تربط ما بين الاتنين. سنة 1998 جاء دكتور اسمه أندرو ويكفيلد وقام نشر دراسة وقال ان في علاقة ما بين تطعيم MMR او الثلاثي الفيروسي والتوحد، ولكن الدراسة دي اتسحبت رسميا واكتشفوا انها غير دقيقة ومليانة تضليل. ده كمان الجمعية البريطانية للأطباء شالت ترخيص الطبيب ده، واتعملت أبحاث كتيرة بعدها نفت تماما وجود أي علاقة ما بين التطعيمات عموما والتطعيم ده بالذات والتوحد. تاني شائعة وهي إن ابني لو سخن بعد التطعيم يبقى التطعيم ده خطر أو غلط، وده طبعا كلام غير صحيح. الحرارة البسيطة معناها إن جسم الطفل بيكون مناعة، وهو ده الهدف الأساسي أصلا من التطعيم. واحدة من الشائعات برضو المشهورة وهي إن التطعيمات بتضعف المناعة، وهنا العكس طبعا هو اللي صحيح. التطعيمات بتقوي مناعة الطفل وبتحميه من أمراض زي ما قلنا كانت بتموت زمان. ناس كتير ومن طبقات متعلمة جدا بتقول إحنا في عصر حديث ومش محتاجين التطعيمات أصلا. هو يعني إحنا هنشوف شلل الأطفال فين ولا دفتيريا فين دلوقتي؟ للأسف علميا كل ما نسبة التطعيم بتقل في أي مجتمع الأمراض ممكن ترجع تظهر تاني، وده حصل فعلا في بعض البلدان اللي قل فيها التطعيم فظهرت تاني أوبئة كنا أصلا نسيناها.
طيب يا دكتور ندي خوافض حرارة ازاي؟ في بعض الناس بتدي خوافض حرارة قبل التطعيم اصلا. الافضل اننا ما نديش خافض حرارة قبل التطعيم الا لو طبيب الاطفال طلب منك كده، وده بنعمله في بعض الاطفال اللي عندهم مثلا يعني تشنج حراري متكرر، يعني كل ما حرارتهم بتعلى بيجي لهم تشنج، فبنحاول نمنع الحرارة بقدر الامكان. طيب بعد التطعيم طبعا ممكن ندي خافض حرارة لو ظهرت حرارة مضايقة الطفل او الطفل حاسس بألم. وافتكروا حلقة خوافض الحرارة مش معنى ان الرقم عالي يبقى لازم ادي خافض حرارة. لو الطفل محتاج الدواء، يعني احنا محتاجين نريح الطفل من ألم او الطفل بقريف بسبب الحرارة، ممكن نديله خافض الحرارة طبعا حسب عمر الطفل وحسب وزنه. كمادات بسيطة على مكان التطعيم بتساعد كتير جدا. يا جماعة التطعيمات مش خطر. الخطر الحقيقي ان ابنك يتصاب بمرض خطير كان ممكن نمنعه بإبرة بسيطة. ما تخلوش الشائعات تخوفكم من حماية أولادكم. اسألوا الدكتور وراجعوا المعلومة من مصدر يكون موثوق، وشاركوا الحلقة مع أي حد متردد، لأن فعلا زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. واكتبوا لي في الكومنتات إيه أكتر إشاعة سمعتوها عن التطعيمات، وإيه أكتر حاجة خوفتكم أنتوا شخصيا من التطعيم. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز. أشوفكم على خير.